النهارده معايا ليكوا 3 اخبار مهمين جدا 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 بالنسبه لللوتري. الناس اللي مهتمه ان هي تقدم في الهجره العشوائيه هنتكلم في الفيديو النهارده ده كمان بكل التفاصيل، علشان برضو الناس اللي اول مره تشوفني واول مره تشوف الفيديو كده عشان يبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. فانا جايب لكم النهارده 3 اخبار مهمه جدا 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 خاصه باللوتري. طيب اول حاجه تعالوا نتكلم فيها ميعاد الهجره هتفتح امتى؟ من 3 اكتوبر ل 7 نوفمبر. من يوم 3 اكتوبر 2025 ل 7 نوفمبر 2025. مش شرط ان انت تقدم من اول يوم، عشان الناس اللي بتبقى فاكره ان هو لو قدم اول يوم بقى هيكسب، والناس اللي بتبقى فاكره ان هي لو فضلت لاخر يوم هتكسب. الموضوع كله بيبقى حظ ورزق طبعا. يعني مش عشان مثلا هتفتح يوم 3 تروح انت اول ما تفتح بالدقيقه تروح داخل مقدم انت كده فاكر انك هتكسب. لا، ملهاش اي علاقه. صدقني في ناس قدمت في النص وكسبت، وناس قدمت في الاخر وكسبت. خد بالك الهجره في مليارات انحاء العالم بيقدموا، فالموضوع كله بيبقى كمبيوترايزد يعني زي قرعه وكده. طيب تاني حاجه بقى حابب ان انا اتكلم فيها، ترامب حط رسوم. طبعا انتوا عارفين الهجره طول السنين اللي فاتت اللوتري بتبقى مجانا، ما بتدفعش اي حاجه، بتخش تقدم الاستماره طبعا مجانا. التقديم لو كسبت بيبقى فيه تكاليف طبعا. ترامب دلوقتي كان عامل مشروع ان الهجره تبقى الاستماره ب 250 دولار، وهي جت يا ما جاتش. طبعا المحكمه اللي هي العليا في امريكا رفضت الموضوع ده، اللي هي الكورت يعني رفضت اللي هو القرار بتاع ال 250 دولار. وقرر بقى قرروا يعني ان هم يرجعوها ببلاش. بس امبارح في قرار طلع، طبعا ترامب بقى مش هيسيب الموضوع حاطه في دماغه. قال لك رسوم تقديم على الهجره دولار، كل انتري دولار. يعني انت هتقدم مره هتدفع دولار واحد. طبعا الاسر وكده اللي هيقدموا مرتين هيدفعوا برضو على كل مره دولار. يعني انت هتقدم مره باسمك هتدفع دولار، ومره باسم زوجتك وبرضو الاولاد هتدفع برضو دولار. يعني كده لو انت اسره هتقدموا مرتين بتدفعوا 2 دولار. طيب بالنسبه يا علي احنا اسره 4 افراد، لا بقيه الاسره بقيه الاطفال اللي انت بتدخلهم معاك الاستماره بتدفع برضو هي الدولار على كل الانتري، مش بتدفع دولار لكل واحد. يعني انت اهو هتقدم مثلا عندك 4 اطفال، عندك طفلين ومراتك، يعني انتوا 4 اشخاص. هندفع 4 دولار يا علي؟ لا، هتدفع دولار واحد بس وانت بتعمل الانتري بتاعتك. هتملى بياناتك انت الاول، بعد كده بيانات مراتك، بعد كده بيانات الاولاد، كده ده خلاص ده دولار دفعت. طيب مرة تانية هتبدأ بقى بمراتك، وهتبدأ هتحط الأول بيانات مراتك، بعد كده بياناتك، بعد كده بيانات الولاد. كل ده برضو دولار. يعني لو انتوا متجوزين، لو أسرة، لو انت متجوز وعندك زوجة وأولاد هتدفع دولار على كل انتري. يعني مش على كل فرد، لا على الانتري نفسها، على استمارة التقديم. طبعا انا كده طولت في الحتة دي بس عشان برضو الناس تفهم، لان في ناس برضو مش بتبقى فاهمة قوي. يعني انا كده هدفع دولار على كل الافراد؟ لا، انت هتدفع دولار على التقديم بس. التقديم بقى 20 فرد 15 فرد مفيش اي مشكله، هو دولار واحد بس اللي بيدفع. دي اول حاجه. طبعا هو ترامب قال لك احنا في مليار واحد حول العالم بيقدموا، فلو خدنا من كل واحد دولار، طبعا دولار دي حاجه عبيطه جدا يعني. فقال لك هنسد الديون بتاعتنا وهنعمل في نفس الوقت عائد كبير جدا من ورا الموضوع ده. وطبعا مش كل الناس دي هتتقبل، فهو كده كده كسبان يعني. طيب بالنسبه بقى في مشكله هنا بقى في حكايه الدفع. طبعا الدفع الناس بقى اللي هتيجي تقول لي يا علي ادفع ازاي، عشان انا عارف دي هتبقى قصه تانية لوحدها. الدفع لازم عن طريق فيزا، لازم بفيزا او ديبت او كريدت كارد. لازم فيزا، اوكي؟ ما ينفعش ميزه، لا لازم فيزا. اوكي، فيزا او ماستر كارد او ديبت كارد، اي الحاجات دي كلها اوكي ينفع ان انت تدفع بيها على الموقع، بتدخل بيانات الفيزا وبتدفع الدولار على الموقع. هنا بقى المشكله بقى، في بلاد ما بيبقاش متوفر عندها الدفع بالدولار، يعني لازم تدفع بالعملة المحلية. هل هنا بقى الويب سايت هيتيح لك ان انت تدفع بالعملة المحلية وهو بعد كده يبقى يحولها دولار، ولا هيلزمك ان انت لازم تدفع بالدولار؟ عشان انت لو لازم تدفع بالدولار هتضطر مع الاسف ان انت لازم تدفع بفيزا تكون دولارية. فيزا يعني حساب دولاري، تدفع بالدولار. العملة اللي هتدفع من الفيزا لازم تبقى دولار. طبعا انا مش بقول لك كده بحبطك، انا ما اعرفش لسه، يعني احنا لسه ما نعرفش، لسه هنعرف كلنا مع بعض لما التقديم يفتح. بالنسبه للناس اللي مقدمه معايا مفيش اي مشكله، انت طبعا انا هدفع لك انا بالدولار عادي. لا يعني لو في مشكله وقال لك ان الدفع هيبقى بالدولار مش بالعمله المحليه، طبعا كل ده ما تشيلش همه يعني. انا بتكلم على الناس اللي هتدفع لوحدها. فطبعا حكايه الدولار دي لو هيعملها ان هي تبقى لازم بالدولار، طبعا هتبقى مشكله عند ناس كتير جدا جدا جدا. ان الناس بقى هتضطر تروح ان هي تستلف بقى فيز بالدولار وكده علشان تدفع. وطبعا مفيش حد هيرضى يسلف حد فيزا بالدولار يعني، او فيزا عامه يعني مفيش حد هيرضى يسلف حد.
ما علينا، خلينا ما نسبقش الاحداث ونشوف. بس انا اتمنى ان هو الدفع يبقى فيه اوبشن ان انت تدفع بالعمله المحليه عشان خاطر ما يبقاش فيه مشكله بالنسبه للناس يعني. طيب الناس اللي هتيجي برضو تسأل، هل يا علي لو انا ما اتقبلتش الدولار ده هيرجع لي؟ لا، سواء انت اتقبلت او ما اتقبلتش الدولار ده كده خلاص هو راح لهم يعني، مش هيرجع لك. اوكي. طبعا احنا بنقول يعني ما تفتكرش ان الهجرة كلها مجانا، لان ده التقديم فقط. لما تكسب بيبقى فيه طبعا، كان فيه رسوم مقابله اللي هي مقابله السفاره بتدفع على الفرد، دي بقى على الفرد. يعني انتوا لو اسره مكونه من خلينا نقول مثلا 4 افراد، بتدفع لكل واحد في المقابله 330 دولار. بص، انت اول ما بتكسب الهجره بيطلع لك ان انت محتاج تملى استماره الدي اس 260. استماره الدي اس 260 دي بقى بيبقى فيها كل بياناتك من ساعه ما اتولدت لحد هذا اليوم اللي انت بتملى فيه الاستماره. طبعا كل الشهادات اللي انت خدتها لازم تبقى مترجمه، لازم تترجمها ترجمه معتمده وانت بتملى استماره الدي اس 260. وكنت في مدرسه ايه واتعلمت ايه واتخرجت منين وجامعه ايه والكلام ده. طبعا الناس اللي معهاش غير شهاده مدرسه طبعا، لان هو ما ينفعش تقدم غير، على الاقل لازم تبقى حاصل بشهاده ثانويه عامه او ما يعادلها. ما ينفعش ان انت اقل، ما ينفعش شهاده اعداديه، ما ينفعش واحد ما دخلش مدرسه خالص. طب يا علي دبلوم صنايع ينفع؟ دبلوم صنايع ينفع، لان ده يعادل ثانويه عامه. فهمت؟ اي حاجه تعادل ثانويه عامه. اوكي. هنا بقى وانت بتملى استماره الدي اس 260 بعد ما تكسب في الهجره، هتبقى محتاج انك تترجم كل الشهادات دي ترجمه معتمده. تشوف مكتب مترجم معتمد تكون السفاره الامريكيه بتتعامل معاه وتروح تترجم عنده الورق. ولازم تكون السفاره الامريكيه بتتعامل معاه عشان تبقى في السيف سايد، تبقى في نقطه امان. اوكي. طبعا هيطلب منك كميه الاوراق وانت اتوظفت فين وعملت ايه. حط كل حاجه زي ما هي حقيقه، ما تكذبش في اي حاجه. اشتغلت مثلا شهرين في الشركه دي، قول انك اشتغلت شهرين في الشركه دي، مش عيب. ما اشتغلتش خالص، قول انك ما اشتغلتش خالص، مش عيب. العيب ان انت تكذب، لان هم هيعرفوا، بيعملوا عنك تحريات بعد ما هتوصل لهم استماره الدي اس 260. هيعملوا عنك تحريات يتاكدوا انك مالي البيانات دي صح. وفي نفس الوقت بعد ما تملى بقى الاستماره الدي اس 260 هيحدد لك المقابله بتاعتك بتاعه السفاره. طبعا لو انتوا اسره هتروحوا كلكم المقابله، هتدفع بدل 330 دولار على الفرد هتدفع دلوقتي 350، لان زودوها 20 دولار، فاصبح ان انت هتدفع 350 دولار على كل فرد. بالنسبه برضو الناس اللي هتبقى عندها مشكله في عمله الدولار، تقدر ان انت بقى في المقابله تدفع بالعمله المحليه ما يعادل الدولار، بس طبعا بيبقى فيه نسبه بتبقى ازيد شويه من سعر الدولار، بتبقى ازيد حاجه بسيطه يعني. يعني ما تترجمش ان هو الدولار مثلا بكذا فانت تروح، لا، بيبقى ازيد شويه عنده. هنا بقى في المقابله بتدفع لكل فرد، يعني لو انتوا 6 افراد بتدفع لكل واحد 350 دولار في المقابله. طب يا علي انا وانا بقدم اضطريت ان انا ادخل اسرتي وكده عشان ما يقولوش ان انا بكذب، بس انا عايز اروح امريكا لوحدي، مش عايز اسرتي تيجي معايا. هقول لك في المقابله بتاعه السفاره روح انت بس. شفت سهله ازاي؟ يعني انت هتروح بس تدفع 350 دولار لنفسك وخلاص وانت تروح. بس بعد كده هم مش هيعرفوا يجوا لك لو اتشقلبت يعني، خلاص. الا بقى لو هم قدموا في الهجره بعد كده وكسبوا، ودي حاجه طبعا شيء صعب جدا يكاد يكون مستحيل. الناس اللي بتقول لي يا علي انا بقدم بقالي 15 سنه، بقالي 20 سنه ما بتجيليش، في غلطات والله العظيم 3. في غلطات الناس بتعملها وما بتبقاش واخده بالهم منها، زي ان هو بيخش يرفع الصوره من المعرض او من الصور. الغلطه دي غلطه كسح، مش هتتقبل لو اتشقلبت. لو بقالك 10 سنين 100 سنه يا اخي بتقدم وبتعمل الغلطه دي، مش هتتقبل. الصوره بتاعتك كل سنه ما بتبقاش مطابقه للمواصفات، مش هتتقبل. بتكتب اسمك غلط مثلا، بتكتب العنوان بتاعك غلط، الاول العنوان يعني ما بيدققوش فيه قوي في الاول. بتعمل فيها حاجه غلطه انت بتعملها، في غلطه انت بتعملها. يعني بتملى مثلا الاستماره في كلمه كتبتها عربي، بتحط مثلا عنوانك بالعربي، بتكتب اسمك بالعربي وتخلي السايت يترجمه لك انجلش. في غلطات يا جماعه والناس ما بتتكلمش فيها، غلطات بالهبل، سيل من الغلطات. عارف يعني لو هنقارن بميه المحيط هتلاقي الغلطات نفس العدد كده بتاع نقط الميه بتاعه المحيط. يعني غلطات كتير قوي، واللي هو بفضل الله انا بحاول اعالج الغلطات دي في الفيديوهات. فارجوك لو انت اول مره تشوفني روح تابع الفيديوهات القديمه، لان انا فعلا بتكلم عن الغلطات دي. انت ممكن تكون بتعمل غلطه منهم وانت مش واخد بالك. يا علي انا المكتب الفلاني بيقدم لي ومش عارف ايه، قلت لك ملهاش لازمه ان انت تروح تدفع قد كده في المكاتب وهي اصلا الهجره ثمنها رخيصه، الا في حاله لو انت لا تجيد اللغه الانجليزيه او مش واثق انك هتعرف تعمل الاستماره صح، لان هي برضه بتبقى عايزه ان هي تتملي بالانجلش واللغه تبقى دقيقه.
لغه الانجليش بتاعتك تبقى دقيقه. الناس بقى اللي هتضيع الاستماره بتاعه التقديم، الكونفirmation نمبر، كل الكلام ده ما ينفعش. انت بتقدم اهو، والناس اللي بتقدم، الناس اللي قدمت معايا عارفه انا بعمل ايه. انا باخد سكرين شوت من الانتري وابعتها لك. انت كمان لازم تعمل كده. لو انت بتقدم لوحدك لازم تاخد البيانات بتاعتك في سكرين شوت وتحفظها في اكتر من مكان، في اكتر من مكان، لحسن لا قدر الله الموبايل بتاعك يتكسر او يتسرق او يحصل حاجه، هتبقى انت كده ضعت يعني. فلازم ان انت تشيل الانتري بتاعتك دي، لازم تشيلها في مكان يكون مؤمن وتعرف توصل له في نفس الوقت بسهوله يعني. انت اول ما بتقدم بيطلع لك كونفirmation نمبر واسمك اللي قدمت بيه وكل الكلام ده، كل ده لازم تاخده سكرين شوت. ما تاخدش الكونفirmation نمبر بس، لازم كمان تحفظ انت اللاست نيم بتاعك والحاجات دي، علشان في السايت لما تيجي تقدم تدخلها زي ما هي كده بالظبط. فيستحسن ان انت تاخد الموضوع ده بعد ما تقدم ويطلع لك بقى خلاص البيانات اللي هو مبروك انت قدمت وسكسس وكده، ويطلع لك كونفirmation نمبر. الصفحه دي كلها بالكامل لازم تاخدها سكرين شوت. بجاوب على سؤال هو مش مهم، وبعد كده ندخل على الحاجه الثالثه المهمه اللي انا كنت عايزكم فيها. هل يا علي اللغه شرط رئيسي من شرط الهجره؟ الاجابه لا، اللغه مش شرط رئيسي خالص من ان انت تقدم على الهجره. الحاجه الوحيده اللي تعتبر شرط رئيسي ان انت لازم تكون معاك شهاده ثانويه عامه او ما يعادلها. اوكي، ده الشرط من شروط الهجره الرئيسي، ما ينفعش تتخلى يعني. ما ينفعش انت مثلا تبقى معاك اعداديه او ابتدائيه وتقدم، لا ما ينفعش. طيب نيجي بقى هنا للاهم، وهي ثالث حاجه، شرط الباسبور. للاسف او مش للاسف يعني، هو في ناس هتنبسط جدا وهتطير. انا بالنسبه لي شايف الموضوع ده كويس قوي، ان شرط الباسبور رجع تاني. يعني انت اصبح علشان تقدم على الهجره مش زي بقى الاربع سنين اللي فاتوا، لا انت المره دي لازم تحط الباسبور بتاعك. طيب السنين بقى اللي فاتت اللي هو مثلا من 2016 وانت طالع، كان بيقول لك ان انت تحط بس رقم الباسبور. دلوقتي هو لا، بيقول لك انا عايزه تعمله سكان وترفعه لي يا اما PDF يا اما لسه فايل جي بي جي مش عارفين لسه، وترفعه لي زي صوره الهجره بالظبط. طبعا صوره الهجره لازم نوع الفايل يبقى JPEG. احنا متكلمين في صوره الهجره في فيديوهات، هقول لك بس كده همشي عليها سريعا، بس لازم تشوف الفيديوهات اللي فاتت لان متكلمين على غلطات مهمه جدا ممكن ان هي تضيعك في الصوره. الصوره لازم تبقى 5 في 5 600 في 600 بكسل، ما تكونش بتضحك فيها، وتكون لازم خلفيه بيضه، ما ينفعش فيها فوتوشوب خالص. لو دخل فيها فوتوشوب او اتقصت بالفوتوشوب او دخلت على برنامج فوتوشوب، الصوره دي هتخسرك الهجره، ارميها في الزباله وما تقدمش بيها. عاملين فيديوهات احنا فاتت متكلمين فيه عن الموضوع ده بالتفاصيل، ارجوكم يا جماعه روحوا شوفوها، متكلمين فيه. مش شرط ان الفيديو يكون اسمه صوره الهجره او كده، لا ممكن العنوان يبقى تاني وتخش تلاقيني بتكلم في صوره الهجره بالتفاصيل، لان انا فعلا اتكلمت فيها بالتفاصيل التفاصيل. فلازم تاخدوا بالكم من الموضوع ده، لان الصوره مهمه جدا جدا جدا، هي اللي هتحدد اذا كنت انت هتكسب ولا مش هتكسب كده. فدي ثالث حاجه انا كنت عايز اقولها لكم النهارده، ان شرط الباسبور شرط رئيسي. الناس اللي معهاش باسبور للاسف ان انت مش هتعرف تقدم. بالنسبه بقى للناس اللي هتيجي يا علي انا اللي هقدم لاسرتي، هل لازم بقيه الاسره يبقى معاك باسبور؟ انا بقول لك انا كعلي بقول لك في ناس طالعه تقول لك لا الباسبور للمقدم الرئيسي بس. ارجع انا واقول لك لو جيت اتفاجئت في يوم التقديم ان هي للاسره كلها محتاجه باسبور، مش هتلحق تطلع وهتبقى الهجره راحت عليك، مش هتعرف ان انت تقدم. وطبعا لو قدمت، لو قلت هطنش بقى العيله بتاعتي واقدم انا لوحدي وما دخلتش البيانات بتاعهم، انت كده برضو انسى انك تتقبل يعني، لانك كده كتبت عليهم، قلت لهم ان انت سنجل ومش متجوز وانت متجوز وعندك اولاد، فطبعا هتكذب عليهم، انت كده تبقى طبعا ما تستناش ان انت تفوز يعني في الهجره. كل حاجه بما يرضي الله زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. ارجوك روح برضو شوف الفيديو اللي فات لانه فيديو مهم جدا جدا جدا، متكلمين فيه برضو على حاجات برضو تاخد بالك منها وانت بتقدم. فارجوك لو عايز فعلا تكسب، لان فعلا امريكا تستاهل انك تروح، علشان فعلا لما تروح هتغير حياتك للاحسن، ارجوك اعمل كل حاجه صح زي ما بيقول الكتاب، زي ما هم طالبين منك. الصوره ما ينفعش عمرها تبقى اطول من 6 شهور، ما ينفعش الصوره تبقى واخدها في شهر 4 اللي فات، ما ينفعش الصوره تبقى واخدها في شهر 1، ما ينفعش الصوره تبقى صوره السنه اللي فاتت. الصوره لازم تبقى مش اقدم من 6 شهور. يعني من الاخر كده الصورة ما تكونش متصورها قبل شهر 5 2025، قبل شهر مايو 2025. لو متصور الصورة قبل شهر مايو 2025 الصورة دي ارميها وقدم بواحدة جديدة، اعمل واحدة جديدة، ما تستبخلش على نفسك، علشان زي ما بقولك انت عايز تكسب، فانت مش لسه هتجازف وتشوف انا لو عملت كده هتقبل ولا لا. لا ارجوك اعمل كل حاجة زي ما هي مطلوبة منك علشان خاطر تتقبل من اول مرة. في ناس بتتقبل من اول مرة، للناس اللي بتيجي تسألني عليه هو في ناس بتتقبل مرة، في ناس كتير اتقبلت من اول مرة، ومش شرط ان هم
اسر، في اسر كتير اتقبلت من اول مره، وفي ناس لسه متخرجه من ثانويه عامه اتقبلت من اول مره، وفي ناس اتقبلت من تاني مره، وفي ناس بقالها 20 سنه بتقدم وبتعمل غلطات وعمرها ما هتتقبل طول ما هم بيعملوا الغلطات اللي هم مش عارفين ان هم بيعملوها. فارجوكوا لازم تتابع الفيديوهات بتاعتي، لان انا بحاول اسهل عليك. مش عايز تتابع الفيديوهات وعايز تقدم، خلاص انا مش كسبان ولا خسران حاجه، انت حر. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي، وارجو فعلا اتمنى ان انتوا تكونوا بتستفادوا فعلا من الفيديوهات بتاعتي بجد، لان انا الفيديوهات بتاعتي انا عاملها خير، بحاول اساعدك ان انت تغير حياتك وتحقق حلمك وتروح لامريكا علشان خاطر تعيش العيشه اللي انت فعلا نفسك فيها، والعيشه اللي انت تستحقها، واي بني ادم يعني يستحق العيشه دي. فارجوك اسعى معايا علشان خاطر اقدر اساعدك، اديني فرصه ان انا اساعدك. اتفرج على الفيديوهات بالكامل، لو في حاجه مش عارفها اكتب لي تحت في التعليقات. بس ارجوك الحاجه اللي انت مش عارفها اللي هتسالني عليها في التعليقات، في ناس بلاقيها كتير بتسال اسئله انا اوريدي رادد عليها في الفيديو، يعني هو تقريبا ما كملش الفيديو للاخر، وفي ناس برضو بتسال اسئله انا مجاوب عليها بالتفاصيل في فيديوهات فاتت، فانا مش معقول هقعد اعيد نفسي بقى وكده. فارجوك ان انت اتعب معايا شويه علشان خاطر انا بحاول اساعدك تغير حياتك. انا مش خسران حاجه ولا كسبان حاجه لو انت رحت. انت لو رحت انا مش هستفيد حاجه، انت مش هتديني فلوس لو رحت، وبرضه في نفس الوقت انت لو ما رحتش انا برضه مش مستفيد ولا خسران حاجه. شفت؟ فانا بحاول اساعدك عشان انت اللي تستفيد وتغير حياتك. مش عايز بقى يا علي لا جاوبني ومش هتفرج على الفيديوهات اصل الفيديوهات كتير، خلاص انت حر، انا مش هجاوبك، وانت اعمل اللي انت عايزه. عايز بقى تعمل غلطات ما تقدمش اصلا، انت حر. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي. بالنسبه بقى للناس اللي هتقابل مع الناس اللي عايزه تقدم معايا، يعني الفتره اللي جايه هقول لكم بالظبط التقديم هيبقى ازاي وكده والتكاليف، وطبعا ان شاء الله هقول لكم عليه يا اما في لايف يا اما في فيديو يعني، فاستنوا. بس كده، السلام عليكم.